بالونة. تعالى اقولك السر في ايه. شايفين الفطير؟ انسي بقى كل المشاكل اللي بتقابلك في الفطير. علشان تعملي فطير صح لازم تجربوا الطريقة دي، وده السر اللي مستحيل حد يقولك عليه، علشان يطلع معاكي مورق وطري زي الزبدة، واستحالة الوش يقشر وهيطلع معاكي ولا غلطة فيه. كل اللي هيدوقه هينبهر بيه. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش تدعموا الفيديو وتعملوا شير على قد ما تقدروا. روحي إلهي ربنا يسعدك في ولادك يلي تصلي على رسول الله في التعليقات، وتزوري بيت سيدنا النبي وتحط اللايك علشان تعملي فطير صح ويطلع معاكي طري زي الزبدة مورق والنتيجة بتاعته مضمونة. بختار نوعية الدقيق كويس جدا، زي دقيق يكون عرقه جديد، وبخلط عليه نوع تاني علشان يطلع طري في الاكل. ايه هو النوع التاني؟ الغلة بتاعتنا اللي هي القمح، بنطحنها وبناخد منها العلامة الاولى واخلطها على الدقيق اللي عندي عرقه جديد. يعني مثلا هاخد 2 كيلو من الدقيق اللي عرقه جديد احط عليه كيلو اللي هي العلامة الأولى، خلاص، ويكون العلامة الأولى برضو عرقها كويس جدا. هقول لكم مقادير الكيلو. معانا كيلو دقيق، عليه 3 معالق كبار من السكر، رشة ملح، عليه 550 جرام من المية لحد 650 جرام، ده على حسب نوعية الدقيق. في دقيق بيقبل معايا مية وفي دقيق ما بيقبلش. ايه هو الدقيق اللي بيقبل مية يا شيماء؟ اللي هو عرقه جديد. اما اللي عرقه ضعيف شوية ما بيقبلش معايا مية كتير وبتكون العجينة بتاعته قاسية شوية. اما الدقيق اللي عرقه جديد بتكون العجينة بتاعته طرية ولينة شوية. بضيف بقى العلامة الأولى على الدقيق اللي عرقه جديد. طيب انت ليه بتعملي الخطوة دي بتخلطي عليه؟ ما تعمليه بدقيق عرقه جديد وخلاص. لا، لو عملته بدقيق عرقه جديد الفطير هيطلع معايا مجلد في الأكل وهينشف كمان معايا، وهيقعد كتير كمان على ما يريح في العجينة، بالذات في الشتاء. علشان كده بنخلط عليه العلامة الأولى حلوة قوي، بتدي للفطير ليونة في الفرد وليونة في الأكل، وبتخليه طري معايا زي الزبدة. طيب في حد هيقول لي يا شيماء ينفع العلامة الأولى نعملها فطير لوحدها؟ هقولك ينفع، بس ده لو هتعمليه لبيتك يكون الدقيق العلامة الأولى عرقها جديد. أما لو هتعمليه مشروع الدقيق العلامة الأولى ده مش هينفع معاكي خالص، لأن بتعملي كميات، وعلى ما بتيجي تخلصي بتكون العجينة ريحت معاك على الآخر، ولما تيجي تورقيها وتدهنيها مش هتبان معاكي زي اللي عاملاها في الأول. لو انت بقى بتعجني في قلب العجان حط المية الأول والملح والسكر وبعد كده ضيفي الدقيق. لو بتعجني بإيديكي خلط المكونات كلها مع بعض كويس جدا، وبعد 5 دقايق ارجعي لها تاني هتلاقي العجينة نعمت معاكي بقت زي الزبدة. قطعي العجينة كويرات كبيرة وسيبها ترتاح لمدة ساعة علشان احنا في الشتاء. صليتوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تفرديش العجينة خالص غير لما ترتاح معاكي علشان تاخدي نتيجة كويسة من الفطير ويبقى مورق وطري معاكي زي الزبدة، وتبقى المادة الدهنية باينة فيها. اعملي شير ودعمي الفيديو علشان الكل يستفيد، وانت كمان تاخدي الأجر والثواب وتستفيدي منه. تابعي الفيديو اللي جاي في الفرد معلومات قيمة جدا.